اكتر حاجة بتساعدنا في اداء الفروض بتاعتنا ان كانت صلاة او حجاب او اي حاجة تانية غيرهم هي العقيدة بتاعتنا. لما تكون العقيدة بتاعتنا قوية بيكون اي حاجة تانية في الفروض دي سهلة، بيكون عندنا زي احساس بتسليم ان اي حاجة ربنا قال لنا نعملها بنعملها بسهولة من غير ما يكون في مقاومة كبيرة جوانا. العقيدة بتقوى بحاجتين، احنا نكون مستمرين التعلم عن ربنا وعن طريق ان احنا نعرف قيمة الدنيا اللي احنا عايشين فيها ونحطها في موضعها الصح. احنا بنحوش فيها لحياة تانية احنا عايزين نكون فيها احسن، ان احنا بنستحضر جوه مخنا ايه اللي هيحصل بعد كده، الجنة او النار والقبر، بنستحضر المعاني دي كلها جوانا، فده مع الوقت بيسهل علينا الطاعات. في حاجة تانية وهي الناس المحيطة بينا، والناس المحيطة بينا مش شرط الناس اللي عايشة وسطينا بس، لا احنا اكتر ناس محيطة بينا في الزمن ده هي الناس اللي احنا بنشوفهم على السوشيال ميديا، الناس اللي احنا بنقضي معظم وقتنا معاهم وبنتأثر بيهم. لو احنا عاملين فولو كل وقتنا بنشوف حياة الناس اللي كده، فاحنا مع الوقت مخنا بيخلينا عايزين نكون زيهم. لو احنا متابعين ومعظم وقتنا بنشوف في ناس كويسين بيفكرونا بعقيدتنا، بيفكرونا بآخرتنا، بيورونا صورة حلوة للحجاب وصورة حلوة للإسلام، فاحنا مع الوقت قلبنا بيروح للناحية دي. فالقرار مش بيجي مرة واحدة، بيجي تدريجيا، وكل واحدة فينا ليها رحلتها وليها الطريق اللي بتمشي فيه. بس انا قلت عن ابسط الطرق ان احنا نقوي العقيدة بتاعتنا وناخد بالنا من الناس المحيطة بينا.